السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الأيام اللي فاتت أو ال 48 ساعة أو ال 72 ساعة اللي فاتوا دول وما قد يحدث يستجد عليهم خلال الساعات القادمة يعطيك انطباع إن الدول أدركت أن العدو الواحد يجب أن يتوحد ضده الجميع. هتقول لي يعني إيه؟ يعني برجماتيا وسياسيا مفيش حاجة اسمها المحيط الإقليمي ليك ما يتأثرش بيك أو ما تتأثرش بيه. الكلام ده مش مظبوط. المحيط الإقليمي بتاعك ده منطقة أمن استراتيجي ليك، منطقة أمن استراتيجي ليك، سواء كان ليك أنت، يعني لو المحيط بتاعك أو المحيط بتاع مصالحك، المحيط بتاع مصالحك. ويمكن ده السبب اللي خلى الأخ الإماراتي ده أو الأخت الإماراتية تتكلم في مصالحها اللي في السودان. لو أنتوا خدتوا بالكم، يعني لو أنتوا واخدين بالكم كويس هتحس إنها بتتكلم احنا لنا مصالح في السودان وما نقدرش نسيبها. ده الكلام اللي كانت رددته على الشاشات. يعني أنا كنت بفكر أفتح بث مباشر للموضوع ده، لكن الوقت ما أسعفنيش وما لحقتش يعني، وحتى التدخلات بتاعتي ما بقتش إمكانياتي أقدر أعملها يعني. لكن ما يحدث الآن اللي هو توحد جبهة ضد عدو مشترك، العدو مشترك. يعني إيه؟ يعني ما تقوليش إن حاجة هتمس السودان ما تمسش مصر، ما ينفعش، ما ينفعش. المحاولات اللي اشتغلت إن هم يضربوا العلاقة بين الشعبين بأي شكل من الأشكال، لأنهم هم يروا إن الشعبين دول خطر، الشعب المصري والشعب السوداني خطر، أو بمعنى أصح أو أوضح شعب وادي النيل نفسه خطر، فبقوا بيتوحدوا عليه. طيب في دول لها مصالح في وادي النيل، في دول لها مصالح ومصالحها أمن استراتيجي. يعني النهارده لما عارفين إن إحنا بؤرة، يعني في ظل الأوبئة المنتشرة، الأوبئة البشرية طبعا، والأمراض المنتشرة والتحالفات القذرة اللي معمولة علينا، وهم مش مستثنين حد. فهتبص تلاقي انك انت لو ما لحقتش انت تتدخل، في غيرك هيتدخل عشان ياخد بلط على حسابك. انا ليه بتكلم الكلام اللي بقوله ده؟ خلال ال 72 ساعة اللي فاتت كان في طائرتين مصريتين و10,000 مقاتل مصري دخلوا مقدشو، وطبعا بأسلحتنا كاملة. يعني من ساعتها وفي حالة من القلق والجوطة كده معمولة عند الأثيوبيين، وبدأوا يتكلموا وبيستنفروا وقلة أدب وكلام غريب جدا، واضطرت الناس ترد على الولد اللي مستشار وزير الطاقة اسمه محمد النسيري ولا محمد إيه مش عارف، وكلام كتير قوي اتكتب. أولا يعني موضوع الصومال دولة عربية، تمام؟ دولة عربية وفي المحيط العربي وداخلة ضمن الجامعة العربية، تمام؟ التواجد هناك باتفاق صومالي مصري شرعي دولي قانوني ما فيهوش الثلاثة كام، تمام؟ انت بقى حاسس يعني مثلا تركيا لما أدركت ان مصالحها مع مصر توحدت وان العدو المشترك اصبح واحد، انضمت لمصر، رغم ان احنا كنا على خلاف كبير مع تركيا خلال الفتره اللي فاتت، بس برجمتيا انه لا سلام دائم ولا عداء دائم ولا خصومه دائمه ولا مصالحه دائمه ما لم تتعارض مع المصالح القوميه، تمام؟ فعشان كده تركيا بدات تندمج. ويمكن انا قلت الكلام ده في فيديو سابق ان احتماليه وجود شراكه سودانيه مصريه تركيه احتمال قائم. وانا مش بقول لك احتمال قائم، ده هو فعلا قام، هو فعلا قام. في ارهاصات كده وفي اشارات بتقول ان هذا التنسيق ربما يكون على الابواب. يعني طبعا وجود اكبر قطعه بحريه لتركيا في البحر المتوسط في ميناء الاسكندريه ورفع العلم المصري والتركي حاجه جميله جدا، لان احنا في البحر الاحمر هنحتاج برضو شويه حاجات. طيب كلنا يعلم ان في الصومال في قاعده تركيه، في قاعده تركيه. طيب مصر رايحه بكل قوتها 10,000 مقاتل باسلحتها باجهزتها بحاجتها بطياراتها في مقدشو،
اذا الوضع العام بيفرض على تركيا ان يحصل حاله اندماج او تصالح بين المصالح المصريه والمصالح التركيه، حفاظا على المصالح المصريه وحفاظا على المصالح التركيه. ده مزعل مين؟ مزعل ابي احمد، لان ابي احمد رغم اللي عمله في السودان وروح انه راح جوه السودان، لكن هو رجل غير مامون الجانب، ومعروف هو بيعمل لمصلحه مين، وهو مصلحته ايه، وعايز يعمل ايه. عايز يوصل للبحر الاحمر، عايز يعمل يبقى له منفذ على البحر الاحمر، وده طبعا بعينه، لانه هو ما يبقاش مهددنا على البر بالسد بتاعه وكمان يجي يهدد مصالحنا في البحر. مين اللي هيقبل كده؟ ما حدش هيقبل كده بدوله غير معترف بها دوليا من سنه 91. عايز يعمل يشق الصف. طبعا هو لاحظ الدايره اللي اتعملت عليه، ولاحظ ان المصريين مش هيسكتوا، وانك انت مهما حاولت، يعني انت اشعلت النار والفتنه في السودان، حاولت تقطيع اواصر السودان، عملت ما لا يعمل في الايجاد، وكنت عاوز تفرض على السودان عدم استخدام الطيران والاسلحه الثقيله، يعني بتسلم السودان، وجاي النهارده بتعمل الملو الخامس، وجاي النهارده بتقول السنه الجايه هيبقى في عطش مصري مش عارف ايه، وجاي زعلان ان انا بدور على مصلحتي. لا يا عم، هات اخرك. لا يا عم، انت مين قال لك اسكت؟ انت ما تسكتش. انت اعلى ما في خيل اهلك تركبه، قصدي اعلى ما في ابوك يركبه. يعني انت لو انت عاوز تعمل حاجه وريني. انا حاليا في الصومال، واي حركه نداله مع الحدود السودانيه انا موجود ليك. ده تمهيدا ان بني شنقول مش بتاع امك وانا هاخده منك، لانك خالفت الاتفاقيه الانجليزيه. يعني انت بس نخلص من حاله السودان وبعدين ندخل مع بعض في المحكمه الدوليه تفصل بيني وبينك. هل اقليم بني شنقول اللي انت بنيت عليه السد ده، الم يكن هناك اتفاق انجليزي ان احنا اديناه لاثيوبيا عشان تاكل منه، لانها كانت جعانه مش لاقيه تاكل، فاحنا اديناه لها عشان تزرعه وتاكل منه بشرط دون بناء سدود. طيب بنيت سدود، خالفت الاتفاقيه، يرجع لاصحابه. تمام؟ يرجع ازاي؟ دي قصه طويله عريضه بقى. نرجعه بالقوه، نرجعه بالمحاكم، نرجعه بالسياسه، نرجعه باي شيء. تمام؟ كمان انا عايز اعمل حاله تطويق. انا عندي اوغندا وكينيا والصومال، انا لميت الدنيا حوالين اهلك. كمان في حاجه كارثه انت مش واخد بالك منها، بعد 4 شهور مصر هترأس الاتحاد الافريقي. بعد 4 شهور في شهر فبراير الجاي مصر هتترأس الاتحاد الافريقي. اللي انت ورجالتك طلعت السودان منه. الوضع القادم ينبئ على ان السودان عامل مشترك في توحيد جبهات كتير جدا. السودان هيبقى رمانة ميزان تظبط المحيط الاقليمي بتاعه والمحيط الاقليمي بتاع غيره. وعشان كده انا بقول لكم العامل المشترك اللي رجع العلاقه ما بين مصر وبين تركيا السودان. لان مرحله الاعمار انا ما اعتقدش ان الشعب السوداني او حتى السلطه في السودان هتقبل شركات مجهوله الهويه او مجهوله الجنسيه، حتى لو جايب اسماء سودانيين. ما انا عارف الدنيا ماشيه ازاي عشان كده لا تركيا هتسيب ولا مصر هتسيب، والمحيط الاقليمي هيتحجم، والسودان هترجع لوضعها الطبيعي، دوله في منتهى القوه وسط مجموعه دول لا قيمه لهم اطلاقا. انا مش بجلل، بس هي دي الحقيقه بصراحه، مش بجلل من الدول، لكن الحقيقه بوضع الازمه السودانيه الاخيره ان كل دول جوار السودان ما فيهاش دول بجد. يعني انك انت عشان تضحي بدوله عشان شويه مرتزقه وشويه ميليشيات وتقول لي انك انت عندك عقل او عندك سياسه، لا انت لا عندك لا عقل ولا عندك سياسه ولا عندك حاجه من اساسه. عشان كده المرحله القادمه انا برجع واقول السودان سيكون رمانه الميزان لضبط المحيط الاقليمي لشرق افريقيا بل ووسطها ويمكن غربها. يعني المرحله القادمه مرحله توحيد. انا كل اللي طالبه من ربنا ان احنا نخلص من الازمه في السودان. انا عايز السودان فوق، انا عايز قوه مهوله اسمها السودان، لان ده هيخليني انا في قوه. اضعاف السودان اضعاف ليا في كل الاحوال، قوه السودان من قوتي. فكل ما كان السودان اقوى كل ما كنت انا في الامان. انا اسف للاطاله، والسلام عليكم، اراكم في فيديو اخر.